البلادول نايت مش حل دايم للأرق، ممكن يضرك أكتر ما ينفعك. ده ليه بقى؟ البلادول نايت فيه مادتين، الباراستامول وده مسكن الألم عشان لو سبب الأرق أو عدم النوم اللي أنت فيه ألم، ودي تمام مفيش فيها مشكلة. المادة التانية بقى اسمها دايفينهيدرامين، ودي مضاد للهستامين اللي هي أدوية الحساسية، بس دي بقى من الأجيال الأولى خالص، وعشان كده ليها عرض جانبي إنها ممكن تسبب النعاس، وهنا بقى مربط الفرس. ناس كتيرة بتاخده بشكل يومي معتمد عليه وبتاخده بمدة طويلة جدا عشان تنام، وده خطأ كبير. ليه بقى؟ لأن الدايفينهيدرامين دي ممكن تسبب تعود نفسي، يعني تبقى ما تعرفش تنام غير لما تاخدها. غير كده ليها آثار جانبية زي الدوخة وجفاف الفم لو بتاخده بكميات كبيرة يعني ومدة طويلة. وكمان لا يفضل يتاخد مع أدوية تانية فيها مادة للحساسية، وممنوع مع مرضى الغدة وتضخم البروستاتا وارتفاع ضغط العين. يعني خلاصة الكلام، لو عندك مشاكل نوم متكررة راجع طبيبك بدل ما تعتمد على دواء بينيمك عن طريق انه في مادة للحساسية بتاخد العرض الجانبي بتاعها. وعلى فكرة موجود عليه تحذير لا يستخدم أكتر من 10 أيام إلا في حالة استشارة الطبيب. يعني تاخده في حالات الطارئة فقط، لكن تمشي عليه باستمرار ومدة طويلة لا أنصح بكده. يا ريت تراجع طبيبك. وأخيرا الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدت من المعلومة ما تنساليش من لايك ومتابعة. والسلام عليكم.